السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو بس اللي فات قلنا انه في فكرة انه حضرتك عايز تزرع 10 فدان او 20 فدان، ممكن تبدأ بفدان او اتنين ومن فسايلهم تبدأ تزرع المساحة الباقية يعني، او تستفيد بالمساحة الباقية بأي حاجة 3 4 5 سنين 6 سنين لغاية ما حضرتك تبدأ تاخد فسايل من أرضك وتزرع باقي المساحة. لقيت ناس الحقيقة معترضة على الفكرة، بيفكروني بالظبط بالسؤال اللطيف اللي كنا بنسأله زمان، تاخد النهارده مليون جنيه ولا تبدأ النهارده بجنيه واحد تاخده ونضاعفه كل يوم لمدة 30 يوم. الحقيقة للوهلة الأولى أنا هضاعف جنيه لمدة 30 يوم، هيطلع كام يعني؟ يعني تاني يوم يبقى 2 جنيه، تالت يوم نضرب الاتنين في 4 وهكذا لمدة 30 يوم وبعدين نستلم الرقم في الآخر. فالتصور المبدئي انه لا، ما اخد المليون جنيه واستفيد بيهم مره واحده وخلاص، لكن الحقيقه بحسبه صغيره خالص. يعني لو حضرتك حبيت تضاعف الجنيه لمده 30 يوم، الحقيقه انه هتوصل في اليوم ال20 او 21 مليون جنيه. لو فضلت تضاعف الارقام دي لغايه اليوم ال30 او نهايه الشهر توصل لرقم 534 مليون جنيه. اول يوم انت حضرتك معاك جنيه، تاني يوم بقوا 2 جنيه، تالت يوم بقوا 4، بقوا 8، بقوا 16، بقوا 32 وهكذا. لو حضرتك حسبتها احسبها براحتك انت يعني، هتلاقيك في اليوم ال21 تقريبا واصل كاسر المليون جنيه، في اليوم ال30 المليون ده هيبقى 534 مليون جنيه. وبالتالي فكرة ان انا اشتغل بنظرية المضاعفة من الاصول حاجة موجودة في علم البيزنس، يعني مش حاجة عيب خالص. طيب انا جاي بقى النهاردة اقول لحضرتك انه نخلة واحدة تزرع 20 فدان نخل. انا هفترض ان انا هاخد متوسط من النخله دي 10 فسايل، مش هقول 12 ولا 15 ولا 20، لا 10 فسايل، ومش كل 5 سنين، لا كل 6 او 7 سنين. يبقى النخله دي نخله واحده بعد 6 او 7 سنين بقت 10 نخلات. ال10 نخلات بعد 6 او 7 سنين كمان بقوا 100 نخله او 110 نخله. ال 110 نخله دول بعد كمان 6 او 7 سنين بقوا اضرب في 10 يعني حوالي 1100 نخلة، اللي هم تقريبا حوالي 20 فدان. المدة الزمنية طويلة، لكن النظرية في حد ذاتها قائمة وموجودة. انا اعرف حد شخصيا لكن واخد ارض في سيوة يعني، طبق الفكرة دي من حوالي 15 سنة تقريبا. كل اللي زرعهم حوالي 5 فدان، النهارده ما شاء الله يعني الراجل زارع داخل مثلا كاسر ال100 فدان نخل، ما شاء الله ربنا يبارك له، وزارع زيتون برضه وحاجات كده. طول ما حضرتك قاعد في مكانك وما بتتحركش وبتقول لا دي ما تنفعش ودي مش هتجازي ودي مش هتعمل، حضرتك هتفضل مكانك. واللي بدأ من 10 سنين واللي بدأ من 15 سنة واللي بدأ من 5 سنين كل دول سبقوا حضرتك، واللي هيبدأ النهاردة برضه هيسبق حضرتك، وحضرتك قاعد تنظر وتقول لا دي ما ينفعش، ده كلام فاضي، يعني ازرع فدان وازرع من الفدان ده 10 فدان. خلي حضرتك مكانك، خلي اللي عايز يشتغل يشتغل. نصيحتي لحضرتك انه ابدأ على قد امكانياتك او اقل شوية من امكانياتك. انا معايا 10 جنيه، ابدأ ان انا هصرف منهم 7 8 جنيه بحد اقصى، واسيب ال2 3 جنيه دول للطوارئ وغالبا هصرفهم. لو حضرتك هتستثمر في النخيل تحديدا، لا حضرتك لازم تعمل حسابك انه عندي مصاريف 4 أو 5 سنين على الاقل من تاريخ الزراعه. وقلنا انه يعني نقطه الصفر بتاعتي هي شهر اكتوبر من السنه اللي حضرتك هتزرع فيها، مش من وقت الزراعه. بمعنى انا زرعت في شهر 3، زرعت في شهر 4، زرعت في شهر 5، هبدا اعد السنين ال5 سنين دول من اكتوبر في نفس السنه اللي هزرع فيها. ضربت لحضراتكم مثال انه انا لو هفترض مثلا انه انا زرعت في مايو 2026، يبقى نقطة الصفر بتاعتي هي اكتوبر 2026، يعني 4 سنين بقينا في اكتوبر 2030 او 5 سنين بقينا في اكتوبر 2031. لازم حضرتك تبقى عامل حسابك في الفلوس اللي هتصرفها خلال ال4 أو 5 سنين دول، لان الدخل بتاع حضرتك في الاربع 5 سنين الاولين دول صفر تقريبا. ممكن رابع او 5 سنة تبدأ
من انتاج رابع او خامس سنه تبدا الارض تجيب مصاريفها، بعد كده ان شاء الله ربنا يكرمك وتاخد فيها خير. طب انا استفدت ايه ان انا استنيت 4 و5 سنين؟ لحضرتك استفدت انه تمن ارضك تقريبا اتضرب مش اقل من 10 اضعاف كتمن الارض، بعيدا عن الانتاج. فانا بقول للناس النهارده اللي عندها استعداد، يعني مش هقول تجازف، لكن عندها استعداد تبدا، توكل على الله. ما تسمعش كلام الناس اللي يقول لك لا مش هينفع، لا ده كده مش عارف ايه. زي حد برضو يا عيني باعت لي من البحريه، اصل انا زارع 2 فدان بس في البحريه مجدول، وقالوا لي مش هتعرف تسوق. ايوه يا فندم، ايه المشكله؟ حضرتك انضم وقت البيع لواحد جنبك زرع 2 فدان، واحد زرع جنبك 3 فدان، واحد زرع 5 فدان، هتلاقوا نفسكم بقيتوا كيان زرع 50 فدان مجدول، تقدر تجيب التاجر عليهم مره واحده. او انضم من البدايه لمجموعه، يعني تاخدوا مع بعض 30 فدان 50 فدان 100 فدان ايا كان، وحضرتك ب5 وفلان ب5 وفلان ب10، الامور بتمشي. لكن ما تحبطش وما تقولش لا والله ده انا مش هعرف ابدا بامكانيات كبيره جدا، فبالتالي انا مش هبدا خالص. تحياتي لحضراتكم، ان شاء الله تكونوا مستفيدين. شكرا.